السلام عليكم خوتي خواتاتي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم اخوتي ان شاء الله غندير معكم واحد تحليه صحيه رمضانيه، هذه اخوتي اللي غتنفعكم ان شاء الله في هذا رمضان، خصوصا السحور، لانها كلها مقويات، كلها فيتامينات وصحيه كذلك كما قلت لكم. هذه تخليكم نهار كامل ما تحسوش نهائيا بالجوع، وغادي يعني تغنيكم على بزاف ديال الحوايج اللي ممكن تاخذوهم في السحور، يعني ما عندهم حتى شي فائده. هذه تحليه صراحه اللي لذيذه لا في المذاق ولا حتى في يعني في الفم من ناحيه الفوائد ديالها. نتمنى اخوتي انكم تجربوها، ولا جربتوها وعجبتكم دائما اخوتي ما تنساونيش من لايكاتكم، ولا عجبكم الفيديو خليو لي لايكاتكم وتعليقاتكم، جزاكم الله خيرا، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء باش ان شاء الله تعموا الفائده ويشوف الفيديو اكبر عدد من الناس. ونبداو على بركه الله، بسم الله. عندنا هنايا كاس ديال الخلاط الكهربائي، غادي نوضع فيه هنايا عندي جوج حبات ديال الموز او البنان اللي مقطعين هكا قطع. من الاحسن تاخذوا شي موز اللي يكون طيب. هنا عندي 7 ديال الحبات ديال التمر اللي حيت لهم العظم ديالهم وقطعتهم هكا من النصف. وهنا عندي واحد الحفينه غير صغيره ديال اللوز اللي هو مقلي او محمر. وهنا غادي نستعمل الفلون ديال الكراميل، من الاحسن تاخذوا هذا اللي وريتكم اللي تيكون فيه الساشي ديال الفلون ديال عفوا ديال الكراميل، لان غنحتاجوهم لبعد للتزيين. صافي غادي نفرغ هذاك الكيس ديال الفلون كراميل، وغادي نضيف هنايا نصف لتر من الحليب. كنتو ما بغيتوش تزينوا بداك لاصوص تاع الكراميل، ممكن اخوتي ديروا غير فلو عادي بدون سكر. صافي هنا غادي نطحن مع هاد العناصر كلها جيدا. بعد ما طحنتها مزيان مزيان، هنا كنحاول نصفيها في واحد الكاسرونه، لان راكم عارفين التمر يعني انه شويه معسل يقدر ما يطحنش معنا تماما. صافي انا درتو في واحد المصفات، وغادي نحاول هكا نصفيه مزيان بالاستعانه بواحد الملعقه. حطيت صفى ليا كامل على هاد الشكل اللي كتشوفوا. صافي وهنا غادي ناخذ الكاسرونه ديالي فوق النار مع التحريك المستمر بدون توقف حتى توصل عندنا درجه الغليان. كيف كتشوفوا هنايا انا صافي راني وصل عندي درجه الغليان. صافي هنا غادي نزولهم فوق النار، وغادي نجيب الكويسات ديالي الخاصين بالفلون، غادي نفرغ فيهم هاد الفلون ديالنا او هاد التحليه. وكيف شفتوا راه صحيه، سكر طبيعي، فيها الموز، فيها التمر، فيها اللوز، يعني كلها فوائد صراحه. صافي من بعد ما كنعمرهم كاملين غادي نوضعهم ان شاء الله في واحد الصحن بحال هكا، وغندخلهم للثلاجه او المجمد اللي بغيتو، المهم حتى يشدوا راسهم ويبردوا تماما. هنا بعد ما بردوا مزيان كيف كتشوفوا شدوا راسهم. هنا التزيين تيبقى اختياري، هنا انا اختاريت يعني نزيد نعزز يعني داك الفائده ديالهم. ضفت هنايا من الفوق قطع ديال الموز، كذلك قطع ديال التمر. كغابيل ان عندنا يعني في هاد التحليه راه كاين فيها التمر وكاين فيها الموز. كذلك غادي ندير شويه ديال اللوز اللي درت منه نيت قبيله، خليت منه شويه هكا هرمشتو، كنديرو هكا من الفوق. وكيف ما قلت لكم قبيله، يعني قلت لكم ديروا هذاك الفلون اللي فيه هذا الصوص كراميل باش هكا تستغلوها هكا للتزيين، حتى هو كيعطي واحد المذاق رائع. الا كان عندكم صوص كراميل ديجا عندكم في الدار، ممكن تستعملوا غير فلون ديال الكراميل عادي بلا هذا اللي فيه يعني هذا صوص كراميل. وهكا خوتي كيكون واجد عندنا. شوفوا ما شاء الله كيفاش كيجي، غير المنظر ديالو راه تيشهي خوتي انكم تاكلوه. ضروري تجربوا اخوتي هذا الفلون هذا او هذه التحليه هذه. ونتمنى اخوتي انكم يعني تتفاعلوا مع هذا الفيديو، وتزيدوا من اللايكات ديالكم، وتبارطاجيو هذا الفيديو مع الاصدقاء باش هكا تعملوا الفائده. وهنا غادي نوريكم عن قرب، شوفوا لي القوام، شوفوا لي لا تيكستور ديالو كيفاش دايره. شفتوا على قوام فيه كيدير كيجي رائع رائع. والمذاق راه ما نعاودش لكم، مذاق رائع يعني كما تنقولوا بنه وفائده في نفس الوقت. هذا اخوتي ديروه للفطور او حتى للسحور كما قلت لكم، خصوصا في السحور كيجي اكثر من رائع. غير جربوه على ضمانتي، ولا جربتوه عجبكم ما تنساونيش دائما اخوتي من لايكاتكم وتعاليقكم الزوينه اللي دائما كتفرحني. وكنبغي نشكر كاع الاخوان والاخوات اللي تيخلوا لي تعاليق زوينه واللي اوفياء لهذه القناه. شكرا لكم بزاف على الدعم ديالكم، واخا القناه راه ما فيهاش مشاهده بزاف، ولكن على الاقل كتحس ان كاين بعض الناس اللي كيبغيو يتفرجوا فيك. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله.